مرحبا متابعين، شلونكم؟ بصحتكم يا رب تكونون بخير. نبدي روتيننا بالصلاة على محمد وآل محمد. راح أسوي اليوم كيكة بشعرية الكنافة. خليكم وياي خطوة بخطوة. هنا عندي 5 حبات من البيض بحرارة الغرفة، وهنا راح أخلي عليه نص كوب شكر، وهنا عندي الخل ملعقة أكل، وهنا عندي رشة ملح، وهنا عندي 3 ظروف فانيلا، وإذا متوفر عندكم فانيلا سائلة خلوه عادي. وهنا بعد ما خلطت البيض والشكر والفانيلا والخل والملح أخذ من عندي وقت ربع ساعة كاملة. هسه راح أخلي عليه كوب الحليب، وهنا أقل الكوب زيت عادي، وهم راح أرجع أخلطه بالخلاط. وهنا راح أضيف الطحين تدريجيا على الخليط خاطر ما يتكتل عندنا. وهنا صار عندنا الخليط ثخين، لأن حسب نوعية الطحين راح أخففه بالحليب. آخر مكون راح أضيفه هو البيكنج باودر، هم 3 ظروف. وهنا اكتملت عندنا الكيكة بهذا الشكل. راح أبدأ أخليها بالقالب مال الشوي، وهنا راح أخلي الخليط كليته بالقالب. أول ما راح أضيفه شعرية الكنافة ووزعها كلها على القالب. راح أخلي الخليط عليه، وهنا راح أخلي طبقة ثانية من شعرية الكنافة. وهنا راح أضيف الخليط الأخير طبقة، على الشعرية. وهنا كملت هاي آخر طبقة، راح أضيف عليها شعرية الكنافة. هاي آخر طبقة كملنا، يعني هم نسويها بهاي الطريقة. كيكة بهاي الطريقة. وآخر طبقة اللي ضفتها هي شعرية الكنافة، راح أخليها بالفرن. طبعا راح أجاوب على سؤال إحدى المتابعات على الانستغرام، شو كنت تعلمت الطبخ؟ طبعا تعلمت الطبخ من عمر 12 سنة، وظليت أمارس الطبخ لحد هذا العمر، ويا رب الطبخ إن شاء الله ينال إعجابكم. الثاني إجاني شنو الأكلة اللي يحبوها أكثر شي يطلبوها من عندك وأنت ماهرة بيها؟ طبعا هي الدولمة، دائما تنطلب من عندي، وأنزلها بأنواعها، يعني برق العنب، مال البصل، عندي السلق أو الهانة، فهذين كلها دائما تطلب من عندي. شنو الأكلة تنصحي بيها البنات المبتدئات يتعلموها بالبداية طبخهم؟ طبعا أنصحهم ما تبدي البنية أكثر شي بالنواشف، أكثر شي تبدي بالطبخات الثقيلة، مثلا التمن تبدي بيه قياسات قليلة، من تتعلم تضبط تسوي مثل نص كيلو هدول أو تسوي كيلو، خلينا نقول عائلة،
هالدور تبدأ تضبط طبخة المارقة. إذا انضبطت عددا من الاثنين يعني خلينا نقول أساسيات يعني مال الأكل، هالدور تقدر كل شيء تسوي. يعني التمر راح ينضبط، يبقى عندنا مثلا خلينا نقول البرياني يبقى الحشو، يعني هذا هم سهل. أو خلينا نقول مثلا المندي، يعني التمر هي ضابطة طبخة، يبقى بس الدجاج. يعني فخل تبدي الأساسيات أول ما من التمر، وبعدين المارقة، وبعدين شوي شوي هم تتعود عليها. فهاي الأساس. النواشف عادي يعني مثل بوتيتا وتقليها، أو عندك كباب وتقليها، هذا شغلات بسيطة. الثقيل هو الطبخ الثقيل، والمعروف عندنا احنا طبعا العراقيين هو التمر والمارقة أكثر شيء تنطلب. الدولمة سهلة، يعني عندك تنقعين التمر وتسويه وتبدين يعني تثرمين شغلات وتلفين، بس أكثر شيء الأساسية التمر والمرق. مثل عندنا السلق بملوحة، يعني من تقللين الملح فراح يصير تعادل بين الملح والسلق. يعني اكو مثل ما قلت لكم خضروات حلوه تعتازوا، واكو لا بيها ملوحه. فدائما اما تختارين مثلا ملعقه قياس، اما قلت لك بايدك افضل واحسن. يعني بعد ما نشوت بالفرن اخذت من عندي نص ساعه تكميل، صارت بهاي الطريقه. راح ابدا اضيف عليها حليب المكتف، طبعا هي ودافئ بس خلوها تبرد. أنا قللت الشكر على مود راح أضيف لها حليب مكتف، ما يصير أخلي كوب كامل، فراح يصير الحلا مالتها طاغي. هنا راح ناخذ لنا قطعة من الكيكة اللي سويناها. طبعا مبينة مثل ما موضحتكم كيكة بشعرية الكنافة، ويا رب تنال إعجابكم. سهلنا وسهمكم ألف عافية.